مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قصة نجاح. احنا لسه موجودين في معهد بحوث البترول وبنعمل جولة مع المشكلات وحلولها. مشكلة النفايات والمخلفات البلاستيكية مشكلة كبيرة جدا بتهدد حياتنا، وغالبا بتؤدي لانسداد الترع والأنهار وتلويث البحار والمحيطات. طب ازاي نحولها من ضارة لمفيدة؟ ده اللي هنعرفه من علماء قصة نجاحنا النهاردة. 77 عام مر على إنشاء معهد بحوث البترول المصري، واللي تم إنشاؤه خصيصاً لإمداد الصناعة البترولية القومية بالدراسات والأبحاث العلمية. معهد بحوث البترول المصري سجل قصة نجاح علمية ليست وليدة الصدفة، وإنما هي ثمار ونتاج جهود منظومة متكاملة. ولأن البحث العلمي هو أهم أداة لمعرفة حقائق الكون والإنسان والحياة، أصبح هو طوق النجاة لكل ما يواجهنا من مشكلات، مجال مفتوح للإبداع، فالعقول هي رأس المال الحقيقي لتقدم الأمم. عشان كده كانت جولتنا داخل معهد بحوث البترول في غاية المتعة. دكتور مصطفى عزب، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ والله انا بقطع البلاستيك ويست او النفايات البلاستيكيه لقطع صغيره، بحيث ان انا احولها لكربون نانو ماتيريال او كربون نانو تيوبس. اصلا يعني ايه كربون نانو تيوبس؟ الكربون نانو تيوبس هو عباره عن كربون بس في صوره النانو ده طبعا زي ما احنا المشاهدين عارفين ان الكربون هو عباره عن مليار من المتر. يعني حضرتك لو حسبناها ان هي 1 من 10,000 من شعرة الانسان، فهي في حجم السكيل في خف الوزن، في طولها او الطول بتاعها، يعني النانو تمام. سكيل. فاحنا بنحول النفايات البلاستيكيه الى كربون نانو ماتيريال. كربون نانو ماتيريال بتمتلك من الخواص الكيميائيه والفيزيائيه والحراريه مواصفات كبيره ومذهله جدا، هنقولها مع بعض. بس اول حاجه هعرف حضرتك احنا من فكره مشروعنا هي بنقطع البلاستيك لقطع صغيره، النفايات البلاستيكيه اللي بتجيلنا من الموردين للبلاستيك، وبنحولها الى في الفرن زي ما حضرتك شايفه. بنضع قطع البلاستيك في الفرن الاولاني، الرياكتور الاولاني اللي بيسيح البلاستيك دوت ويحوله الى فيبورز، ليكويد وفيبورز. وبعد كده بيحصل بيبقى سائل، يعني بيبقى سائل، بيطلع سائل بس بيتبخر ويتحصل تكثيف للليكويد ويطلع لنا بس الغاز اللي انا هشتغل عليه. احنا اصلا اكتشفنا الكربون نانو ده ازاي؟ الكربون نانو تيوب سنه 1991 عن طريق العالم يوجيما في اليابان. اكتشفها بطريقه الصدفه، كان عامل قوس كهربي بين قطبين من الكربون، فوجد ان في ماده بتلمع، فاعتقد اللي هو الماس، يعني حول من الكربون الرخيص للماس. فهو بعد اكتشف الماده ديت او درس خواصها، لقى انها على شكل تيوبس او انابيب تختلف في قطرها. هي نوعين، نوع اسمه مالتي وولد كربون نانو تيوب او كربون نانو تيوب متعدد الجدار، والسنجل وولد كربون نانو تيوب او كربون نانو جدار تيوب واحد، احاد الجدار. وده ليه استخدام وده ليه استخدام وتطبيقات معينه.